اكتبوها بالأرقام أسهل. 323,000 حرف و15 حرفا. كم حروف القرآن؟ 323,015 حرف. الحرف ألف باء تاء ثاء جيم، هذا الحرف. عناية عظيمة هذه ولا لا؟ كيف يعدون الحروف؟ الذي عرفهم بعدد الصور، عرفهم بعدد الآيات، عرفهم بعدد الكلمات، عرفهم بعدد الحروف. 323,000 حرف و15 حرفا. إذن معاشر المستمعين، الآن نقرأ الكتاب ما درسنا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة، وهي مكية وآياتها 7. وهنا لما قلنا مكية، سورة الفاتحة مكية. أولا لما قيل فيها الفاتحة؟ لما سميت بالفاتحة؟ الجواب لأن الله افتتح بها كلامه، لأن الله تعالى افتتح بها كتابه، مفتتح بها وإلا. فهي الفاتحة له كالمفتاح. إذا أردت أن تدخل في القرآن كيف تفعل؟ تبدأ بالفاتحة وإلا، منها تنتقل إلى غيرها، فهي الفاتحة. ثم هذه السورة لها عدة أسماء، يجب أيضا أن نعرف ذلك. الأسماء الثابتة في السنة هي ما يلي: الفاتحة، أم الكتاب، السبع المثاني. الفاتحة، أم الكتاب، السبع المثاني، أم القرآن، الصلاة. تسمى الصلاة، نعم، إذ لا تصح صلاة بدونها. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال رب العالمين قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فسماها الله تعالى بالوحي إلى رسوله بالصلاة. تسمى الفاتحة وتسمى الصلاة وتسمى أم القرآن، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. أيما صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. إذن تسمى الفاتحة وأم القرآن، وتسمى السبع المثاني لقول الله تعالى من سورة الحجر: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. لما سميت بالسبع المثاني؟ لأنها 7 آيات وتثنى دائما في الصلاة وتقرأ، فهي المثاني. 7 المثاني هي 7 آيات تثنى في الصلاة، آية بعد آية بعد آية، كالذي يثني ويطوي الشيء على نفسه. وتسمى أيضا الشافية. ودليل هذا الاسم أن الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لجباية الزكاة نزلوا بحي من أحياء العرب. الأحياء عبارة عن خيام، واستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فباتوا جياعا.
فجأة وإذا بسيد أهل الحي لدغته عقرب، فجاءوا يصرخون هل فيكم من راق؟ هل بينكم من يلقي؟ قالوا نعم. قالوا إن سيد الحي قد لسعته عقرب. قالوا نعم نلقيه بشرط أن تجعل لنا قطيعا من الغنم 40 شاة. قالوا لا بأس، رئيسهم يموت. فجيء به، فأخذ الصاحب رضي الله عنه يقرأ الفاتحة وينفث من ريقته الطاهرة على مكان اللدغة. قرأ الفاتحة 7 مرات، فقام الرجل كأنما نشط من عقال. وأخذوا القطيع من الغنم وأبوا أن يذبحوا ويأكلوا. قالوا لعله حرام، ما ندري أيجوز لنا أو لا يجوز، حتى نأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل. وامتنعوا من الأكل وثبتوا على الجوع. وهذا منه أخذ علماء الشريعة ما علمتموه، وهو أنه لا يحل لمسلم القدوم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. ما دروا أيحل لهم أو لا. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه قال له بما رقيته؟ قال بالفاتحة. قال وما يدريك أنها رقية؟ وابتسم صلى الله عليه وسلم وقال خذوا الغنم واضربوا لي معكم بسهم، أعطونا معكم كبش وإلى نعجة، من باب تطيب خواطرهم. والله ما أخذ خروفا ولا كبشا. والشاهد عندنا رقاه بما بسورة الفاتحة، فتسمى الشافية وإلا لا، وتسمى الرقية وإلا لا. رقى بها وشفى الله بها فهي الرقية والشافية. وتسمى الكافية، تكفي. أما لو تقرأ القرآن من البقرة إلى الناس في صلاة العشاء أو المغرب أو الظهر ولم تقرأ بالفاتحة ما يكفي، صلاتك باطلة. وتقرأ الفاتحة وآية فقط صلاتك صحيحة، تكفي وإذا ما تكفي. إذن هي الكافية ولها أسماء. والعرب يقولون كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. إذن عرفنا سورة الفاتحة كم اسم لها؟ 5 بالكتاب والسنة، وزيادة مشتقة ومستنبطة من أهل العلم. هذه الفاتحة كم آيها؟ كم آياتها؟ 7. ما هناك فرق بين الآيات والآي. اللفظ مختلف معنى واحد. الآي جمع آية والآيات جمع آية كذلك. 7 آيات. هل بسم الله الرحمن الرحيم منها آية وإلا لا؟ هذا موضوع ذو أهمية. سو أنني أراجع الدرس بالأسئلة، انتبهوا، لا تقولوا الآن خلصنا، احفظوا. اختلف هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة أو ليس آية، مع الإجماع أنها 7 آيات لقول الله تعالى ولقد آتيناك 7. فإن عددناها أصبحت 8. انتبهتم؟ ما المخرج؟ هذا كتب فيه العلماء عشرات الصفحات، لكن الخلاصة الذهبية تدخرون في صدوركم لا في جيوبكم.
هي أن الفاتحة نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، ثباتم. فنزلت مرة مع بسم الله الرحمن الرحيم ومرة بدونها. فمن هنا من قال هي آية وقرأها في كل ما قرأ الفاتحة هو على حق، ومن قال ليست آية وما قرأها مع الفاتحة لا شيء عليه وهو على حق وصلاته صحيحة. يبقى العد إذا قلنا بسم الله آية، هيا نعد السبعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.